على قد ما بيبقى نفسي ان لما الاكتئاب يزورني يقعد يوم واحد ويمشي، بس مع الاسف ده ما بيحصلش في الحقيقة، ومعظم الوقت بتعدي ايام وساعات اسبوع او اكتر. مش متأكدة، بطلت اعد عشان مركزش في الموضوع قوي. ببقى عايزة اقعد في السرير ما اعملش اي حاجة غير ان انا اتفرج على شاشة 24 ساعة واكل حلويات او اكل بيحسسني بالراحة، عشان ساعات بحب اكل مشاعري بصراحة. اعتقد، مش عارفة، بس مش بعمل كده كتير. في الايام اللي زي دي بحاول ان انا اعمل انا نفسي فيه، زي ان انا اقعد واتفرج على شاشة واعمل كل الحاجات دي، بس في نفس الوقت بحاول الاقي التوازن ما بين ده وما بين حاجات تانية اعملها تكون مفيدة ومريحة في نفس الوقت، عشان مش مفيدة ومجهدة. عشان ما بعمل حاجة مفيدة ومجهدة في ايام الاكتئاب بتعب نفسي اكتر والموضوع بيقلب ضده. حاجة من الحاجات المفيدة والمريحة بالنسبة لي هي الاسترتشات، ان انا بقعد امدد جسمي واقعد في حالة تأمل مركزة مع نفسي، وبحاول اهدي الافكار اللي جوه دماغي شوية، او على الاقل اقلل من سرعتها واعرف ابقى حاضرة في جسمي شوية. بحاول وانا بسترتش ان انا مشدش جسمي باي طريقة، واخد وقتي وابقى على مهلي. ساعات بصراحة وانا بسترتش بشغل حاجة اتفرج عليها من كتر ما انا مش ببقى قاعدة، مش ببقى عارفة اقعد مع الافكار اللي في دماغي، فبحتاج الهاء علشان حتى اثبت في مكاني 5 دقايق وانا بعمل استرتشات. بس بقول لنفسي عادي انه ده تمام، مش لازم كل حاجة اعملها بطريقة مثالية، المهم ان انا بعملها وخلاص. ما بعملش استرتش كله، بنقي شوية حاجات منه بتريحني اكتر حاجة، او بتشتغل على الاماكن اللي فيها اكتر الم في جسمي، زي كتافي، رقبتي، ظهري. بصراحة هو كل حتة، بس بحاول اختار اكتر حاجات بتفرق معايا لما اشتغل عليها. بقيت دلوقتي بحاول اعمل استرتشات دي كل يوم، بس وانا مكتئبة ما بعرفش اواظب على اي حاجة. ممكن اعملها مثلا مرة او مرتين في اسبوع صعب او وحش انا بعدي بيه، وفي نفس الوقت اقول لنفسي انا فخورة بنفسي، برافو عليا، وعلى الاقل ان انا حاولت اعمل حاجه بدل ما اعمل ولا حاجه. بعد التمرين دايما بكافئ نفسي باكله حلوه، ومفيش احلى من رز وكبده اسكندراني. كبده اسكندراني اكلتي المفضله لو محدش عارف. لو حد بيحبني ارجوكوا ابعتولي كبده، اطبخولي كبده واكلوني كبده. انا مش عارفه ازاي الناس بتلاقي الدافع انها تقعد تعمل حاجات وهي تعبانه، مش عارفه ازاي انا مش لاقيه الدافع ان انا اعمل حاجات دلوقتي حالا او النهارده. وساعات كتير قوي ببقى نفسي اخرج برا البيت، بس في نفس الوقت مش قادره اخرج برا البيت. مش عارفه انا ليه مش قادره اخرج برا البيت، مش عارفه ده زهق عشان عايشه في مدينه صغيره قوي، واللي هو الاماكن اللي ممكن اروح اتمشى فيها انا حافظه حرفيا كل حفره في الارض يعني هناك، ولا علشان انا ما عنديش حد اخرج معاه او اتمشى معاه، فلما يبقاش في حد بحس انه الموضوع بيبقى ممل شويه، ولا بجد مش عارفه ايه السبب. الناس اللي فعلا بيبقى نفسي ابقى زيها الناس اللي هي نشيطه قوي بتعمل حاجات كتير في يومها دي. يعني انا رحت اعوم امبارح واول امبارح وحاسه انه مش قادره اروح تاني مثلا النهارده. انا مش عارفه انا بعدي باحتراق ولا دي شخصيتي ولا دي الامومه ولا ايه، ولو ده احتراق الاحتراق ده هنقعد كام سنه نحترق. مش بحب اتصور وانا شعري مبلول، مش بحب. مش عارفه لو ده انا ما عنديش دافع ان انا اعمل حاجه، ولا انا حاسه انه انا جعانه قوي للراحه، او بيجي فترات اللي هو ببقى نشيطه قوي قوي قوي، بعد كده بيجي بعدها فتره اللي هو ويمكن عشان عارفة انه بعد الويك اند دي اللي هو اول اسبوع الجاي حد اتنين تلات هيكون في فرق ومشاوير وبنوك ومش عارفة ايه وشغل وده، فببقى دلوقتي اللي هو خليني اتبسط بان انا اعمل ولا حاجة دلوقتي، بثق في الايقاع بتاع جسمي، اللي هو لو احنا عايزين نستريح الكام يوم دول تمام نستريح. هي الحاجة الوحيدة بس انا نفسي اشيلها من المعادلة انه راحتي ما تبقاش تساوي وقت طويل قوي قدام الشاشة كده. كان نفسي قوي يكون عندنا مناطق عامة ينفع نستريح فيها، انا بحس ان دي حاجة ناقصاني قوي. يعني كان نفسي مثلا يكون عندنا حديقة او شاطئ عام، ممكن اروح الشاطئ اللي عام واقعد كده. انا مش مصدقة ان كل المساحة اللي فيها الطف مكان لعوم عن بحر كلها كافيهات، كافيه لازق في كافيه لازق في كافيه، تك 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 تك، حيطة في حيطة حرفيا، مفيش مساحة حتى الواحد يبص جنبه ما يلاقيش بني ادمين. انا نفسي في المنظر ده، نفسي ابص ما الاقيش بني ادمين، اللي هو مش قصدي ما الاقيش بني ادمين خالص، بس ما الاقيش بني ادمين مثلا على بعد اللي هو كشوية مساحة مربع من المساحة، بس هو مفيش اصلا مربع، مفيش براح ومفيش هدوء في الاماكن المناطق العامة. عشان كده بقعد جوه الكهف بتاعي في البيت جوه اوضتي وبتفرج على شاشة بس. ده احساسي النهاردة، ده اليوم النهاردة اللي هو حاولت اعمل فيه حاجات على قد ما اقدر عشان ما يبقاش كله عدى من غير ما اعمل ولا حاجة. عملت استرتشات، كلت كبدة اسكندراني، الكبدة دي مية مية والراجل ده مية مية، بحب الكبدة جدا. ما اعتقدش عملت حاجة تانية. وديت ابني الحضانة، بس ده اللي عملته. احنا بنجرب نودي نسيم الحضانة بالمناسبة، ولحد دلوقتي هو مبسوط، ده تاني يوم بس يعني، بس هو امبارح اتبسط النهاردة اتبسط، فالحمد لله حاجة لذيذة. وبس هو الكلام عشان فرهت. باي.
انا اخيرا احسن شويه، حاسه ان انا بخرج من الموجه الواطيه اللي فاتت دي، حاسه ان انا لسه بقيت مقبله على الحياه تاني. انا عايزه اخرج بره، الجو حلو قوي، يلا بينا. واخدت نسيم معايا، هشرب كوبايه قهوه على البحر. But you gotta also get the plate. واو مش عايز. اوف لسه سخنه بس هموت واكلها على طول والسع نفسي. ياي مبسوطه قوي، طلعت حلوه. انجاز النهارده دي. مكرونه بالجبنه. انا مش هكدب، انا مش حاسه ان انا في احسن حاله، ولما بكون حاسه ان انا مش كويسه دايما مش ببقى عايزه اصور خالص او اتكلم، او ببقى عايزه اقول كلام كتير قوي، بس اول ما بشغل الكاميرا الكلام ده بيروح. القعده في البيت كتير ساعات بجد بتقلب حاجه مش لطيفه خالص. فشلت في ان انا اعمل فلوج علشان حاسه ان عندي كلام كتير قوي اقوله. ده بيحصل دايما، بحس اللي هو يلا صور حياتي. وبعد كده الفتره دي بتطلع انه حياتي ان انا دلوقتي بستراجل. احنا برضو اتربينا على حاجه، على انه الكلام عن مشاعرنا او مشاكلنا واحنا بنعاني من ايه ده فضيحه علشان الناس بعد كده هتستعمله ضدنا. دي حاجه برضو حصلت في حياتي كتير عامه، بس انا مش هبطل اتكلم على المعاناه اللي انا بعانيها، بس هبطل ابقى صاحبه الناس اللي هي بتستخدم معاناتي ضدي. يعني مثلا لما بجد مره ناس من صحابي عملوا كده، او كانوا صحابي بس بجد كانوا اسوأ صحاب عدوا عليا في حياتي. مش عارفه لو هم يكسبوا اسوأ صحاب عشان كان في صحاب كتير قوي سيئين، بس هم كانوا بجد الناس اللي هو انا مثلا بقول لهم ان انا مكتئبه او انا مثلا anxious، فاجي مره اقول لهم هو انتوا اللي اتصرفتوا المره دي مثلا بالطريقه دي؟ تقولي هو احنا، فبيقولوا لي مثلا هو احنا اللي اتصرفنا كده، ولا انت عشان انت anxious بتاخدي الموضوع بالطريقه دي؟ اللي هو ما نعملش كده ابدا ابدا. واي حد بيعمل كده عامه في الحياه ممكن تبطلوا تعرفوه، عشان انا اقول لكم مكاني هذا ان الشخص ده توكسيك تماما او مش محتاجينه في حياتكم. الا لو يعني في لو حد بيلفت نظركم للموضوع ده حاجه، بس لو حد بيبقى اللي هو انت فعلا اخدتي الموضوع اللي انا عملته ده اللي هو متلاعب كده بطريقه اللي هو عشان انت عندك مشاكل فانا هتلاعب بيهم واستعملهم ضدك، ان انا اخليك شخص مثلا تبان ان انت مش مخك مش شغال كويس او مش عارف انت بتقول ايه وهكذا. انا مش عارفه هو ليه الميكروفون ده بقى بينور اصفر من تحت كيدز، غريب قوي غريب. انا مبسوطه قوي بالكلام النهارده الصبح، حاسه مش عايزه ابطل كلام. لما بشرب قهوه بحس اني عايزه اتكلم. ايه كمان يا ربي، والله في كلام كتير قوي نفسي اقوله، كتير يعني بجد كلام اعتقد لا ينتهي اللي نفسي اقوله. في حاجات كتير قوي بعدي بيها في حياتي نفسي اتكلم عنها، بس انا اللي بحوش نفسي عن الكلام ده او بمسك نفسي عن الكلام ده. ايه كمان لسه عندي 100% متلازمه المنتحل دي، بتاع اللي هو انا ليه اصلا بعمل فيديوهات؟ محدش عايز يسمعني، محدش عايز يتفرج عليا، محدش عايز يشوف ده. انا ما عنديش اي حاجه مميزه او مختلفه اقولها، ما عنديش اي حلول اقدمها للناس. بس بجد بقعد افتكر صح انا عايزه اعمل التمرين ده، ممكن اقعد اعمله دلوقتي. عامه دين جوزي قال لي على تمرين اللي هو بناخد كده صفحتين ورقتين، في ورقه منهم بنقعد نكتب فيها الاكاذيب اللي احنا بنقولها لنفسنا، اللي هو مثلا زي انا محدش عايز يتفرج عليا، انا لو اتكلمت كتير وقلت الحقيقه محدش هيحبني، محدش بيستفاد مني، الشغل اللي انا بعمله ده مثلا ملوش لازمه. والصفحه التانية بنكتب الحقيقه او الواقع اللي هو مش الاكذوبه اللي احنا بنقولها لنفسنا عشان نهدم نفسنا، ده اللي هو في ناس كتير بتستفاد الحمد لله، شغلي مهم لبعض من الناس، شغلي مهم ليا لانه بيساعدني ان انا اعبر عن نفسي، التعبير عن نفسي بيحسسني احسن. كلام كده كدب في صفحه والحقيقه في صفحه. انا عامه هقعد اعمل كده دلوقتي. ياي لقيت نشاط حلو ممكن اقعد اعمله. بره الجو النهارده هوا وجميل جميل. انا برضو مزاجي بيتغير قوي مع الجو، لما الجو بيكون راكد مفيش هوا الدنيا شمس وحر ببقى عامله في السرير كده، بس اول لما الدنيا تبتدي تتحرك او الطاقه تبتدي تتحرك في الهوا بحس انه يلا بينا. ماشي هروح دلوقتي اعمل اكسرسايز ده. باي.
يلا نقعد نشوف كمية الأكاذيب اللي بنقولها لنفسنا. واو دي عاصفة. واو الشتا جاي الشتا جاي الشتا جاي الشتا جاي والشتا جاي الشتا جاي الشتا جاي الشتا جاي. انا ساعات برضو بلوم نفسي ان انا عايزه اكتب بالانجليزي الافكار اللي جوايا او اعبر عن حاجات معينه بالانجليزي، بس دي برضو حاجه بحاول ابطل احكم على نفسي فيها، اللي هو لو انا اتعلمت ازاي اعبر عن نفسي بالانجليزي او احل مشاكل نفسيه بالانجليزي خلاص سو بيت. عادي كان نفسي ابقى بعبر اكتر بالعربي، بس دي حاجه ممكن اتعلمها بالوقت عادي. انتوا سامعين الريحه؟ ريحه شديده قوي. دي الاكاذيب اللي انا بقولها لنفسي جوا دماغي وبصدقها معظم الوقت. ودلوقتي هقعد اكتب الحقيقه اللي هو عكس ده. بصراحه هكمل الاول في الاكاذيب تاني عشان حاسه ان لسه في كتير، وبعد كده هبتدي بقى بعد ما اخلصهم هبص عليهم كده واقراهم كويس، علشان برضو بتبقى حاجه كويسه انه بعد ما نكتبهم نقراهم وبعدين هكتب الحقيقه.